أنا فؤاد جمال، ودي حلقة جديدة من برنامج تخاريف. هو أنا توكسيك؟ أنا وحش، أنا مش عارف أتغير؟ لأ، هو في الحقيقة أنت ولا وحش ولا حلو، إنسان عادي زيك زي أي حد، بس حصلك حاجة أكيد كلكم سمعتوا عنها، منتال بلوك. ده في منه أنواع كتير أوي مختلفة، وبتحصل بدرجات مختلفة حسب شخصية كل واحد. هي بتبقى أكتر عموما مع الشخصيات المثالية البرفكشنست، هي بتبقى عايزة كل حاجة كده مظبوطة بالملي بالميزان، ما ينفعش يبقى فيه غلطة، ودي هعمل لها حلقة تاني لوحدها. في نوع تاني من البلوكات ده بيحصل مع التوتر، امتحان مهم، تحاول تراجع تفتكر اي معلومة تلاقي نفسك ابيض مش فاكر اي حاجة. وفي نوع تالت بيحصل، وده بيحصل لما تحاول انك تتغير، عقلك بيلعب عليك لعبة كده عشان يخليك ما تتغيرش، وده اللي هتكلم عنه النهاردة. في نوع رابع بيحصل مع الكتاب بالذات، رايترز بلوك. في نوع خامس بيحصل مع الفنانين عموما، حد بيعمل اي حاجة فيها ابداع او فن. وفي انواع تانية كتير جدا، بس احنا هنتكلم على كام نوع كده، مش هنتكلم عنهم كلهم. بالمناسبة اذا كنت ناوي تدخل في حاجة فنية او كده، لازم تعرف كويس جدا ازاي تتعامل مع البلوك ده، لانه شبه هيوقف لك حياتك. عشان انا ليا في الفن وبمثل، كمان ليا رواية منشورة، فانا دارس الحتة دي كويس، وبرضو المصادر بتاعتها هتلاقوها في اللينكات في الكومنتات من تحت. طب هو ليه في انواع كتيرة قوي منه، وليه اصلا بيحصل؟ هو انت لو لاحظت هتلاقي ان دايما البلوك بيحصل مع اي حاجة انت بتستخدم فيها عقلك الباطن. طب اشمعنى؟ والعقل الباطن ده بيشتغل ازاي؟ لا، هو باطن مش باطل، لان ده جزء من عقلك اللاواعي مش الواعي، فدايما بتستخدمه. فاكرين الاوتو بايلوت اللي اتكلمت عنه الحلقة اللي فاتت؟ الطيار الآلي يعني، ده جزء منه. طب بنستخدمه امتى؟ بتستخدمه لما تعمل حاجة محتاجة ابداع، محتاجة افكار بره الصندوق، اسم بقى، تمثيل، كتابة. مثلا عايز تطلع فكرة بوست على الفيس، فكرة فيديو، مثلا بحث بتاع أي حاجة بتعملها عايز تفكر فيها بره الصندوق، أنت بتستخدمه. كمان بتستخدمه لما تعمل حاجة اتعودت عليها قوي، لدرجة إنك بتعملها وأنت مش مركز، فبتدخل في الأوتو بايلوت. اتكلمنا عن الحوار ده قبل كده، زي مثلا المشي لمكان أنت حفظت المكان وحفظت الطريق، غسل الصحون مثلا بالنسبة للستات. الباطن ده دايما بنحب نشبهه بطفل صغير مكسوف وخايف، لو قفلت عليه الباب هيبدع ويطلع لك حاجات ما كنتش تتخيلها، ولو فتحت الباب هيتكسف ويخاف ويكش وياخد جنب وما يشتغلش. للأسف بيسيطر على كتير من سلوكياتنا اللي احنا اتعودنا عليها خلاص وبقينا نعملها من غير تركيز، وبالذات العادات اللي انت محتاج تغيرها. لازم تعرف كويس ازاي تتعامل مع عقلك، اوعى تركز معاه، لو ركزت معاه هيعمل لك بلوك. طب هو ايه اصلا البلوك؟ هتلاقيه كسل انه يتغير، يستسهل اللي اتعودت عليه وخلاص، يتكسف يعمل الحاجة اللي انت عاوزه يعملها، يخليك مكسوف انك تعمل العادة دي قدام الناس. انا متعود اعمل كده، هيستغربوني لو عملت كده. ولو انت لسه عندك ارادة وضغطت عليه وعاندت معاه، هيصعب الموضوع عليك اكتر، هيبتدي يزرع لك افكار، وهو استاذ في حكاية الافكار دي، يقنعك ان العادة اللي انت عايز تغيرها اللي مش عاجباك الوحشة دي هي حلوة والناس تستحقها. وصدقني لو كملت عند، هيبهرك بقدرته في انه يقنعك ان العادة دي اصلا حلوة واحنا فاهمينها غلط. دي ممكن توصل لانه يبذل مجهود ضعف اللي كان هيبذله لو غير العادة دي، لمجرد انه يعند معاك عشان ما تغيرش العادة. مثلا تصحى بدري عشان تنزل الشغل، هيقولك شوف شغل بعد الظهر، انت تعب نفسك ليه؟ انت كده كده بتصحى متأخر. شفت له شغل بعد الظهر، هيقولك لا الشغل صعب، شوف شغل اسهل. وهيفضل بيطلع لك في افكار وفي حجج تخليك مقتنع من جواك ان العيب مش فيك، في عادة الكسل، العيب في الناس اللي حواليك كله. اوعى في يوم تستسلم لأي مبرر، هو دايما أستاذ في الحاجة والتمرين. طب أعمل إيه؟ أنت إنسان مش روبوت، طبيعي التغيير بياخد وقت، مرة تنجح وتقدر تغير العادة دي، مرتين ما تنجحش، طبيعي. المهم إنك ما تفكرش كتير في المرتين اللي أنت ما نجحتش فيهم، عشان ما تفتحش الباب ويتكسف منك. اوعى تقبل أي مبرر أو حجة أو عذر غير إنك أنت فعلا غلطت وعملت العادة اللي عايز تبطلها. طبيعي جدا إنك تاخد وقت عشان تتعود على حاجة جديدة. اوعى تجادل معاه انه استاذ في النقطة دي، وهيعرف يقنعك ان البحر طحينة، وهتقتنع فعلا. عادة المصادر واللينكات كلها هتلاقوها في الكومنتات من تحت.
ولو محتاجين اي حاجة ابعتولي رسالة او سيبولي على الكومنتات. وما تنسوش روايتي نازلة في معرض الكتاب الجاي 2023 ان شاء الله.